اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدا الفيديو معاكم كده نسمي الله ونذكر الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله يا جماعه انا نويت ان انا ابيع البط اللي عندي ده واسيب بس بطايه والدكر بس، يعني هنسيب البطايه اللي ورا دي مثلا والدكر او اي بطايه تانية. بس انا عايزه اسيب بصراحه البطايه ديت سلالتها حلو ما شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى سلالتها حلو لانها خليط مسكوفي. البطايه دي خليط مسكوفي، تمام. والدكر اللي ورا ده برضو مسكوفي او خليط مسكوفي يعني، تمام. فانا عايزه اخلي بس الدكر ده، طبعا هو مغرق نفسه بالميه. بصوا الميه خلصانه اهيت، هو غرق نفسه بالميه فتحسي ان هو الريش لازق فيه. فاحنا هنسيب الدكر ده والبطايه الخليط المسكوفي دي، لان البطتين المسكوفي انا ذبحت واحده ودي التانية بيضهم بس ما رقدوش. انا قلت ان شاء الله يمكن واحده فيهم ترقد بس ما رقدوش، من بيضهم بس ما رقدوش. فاحنا كده ان شاء الله هنتوكل على الله بقى، والبط الباقي ده ابيعه هذبحه ان شاء الله معاكم النهارده كده ان شاء الله ونصور فيديو بيه. وهنخلي بس حاجه تجيب لنا سلاله اللي هو الدكر والانتايه دي، تمام. الطيور اللي معانا بقى بقت الحمد لله كويسه. وكمان هقول لكم برضو هنبيع ايه. هنبيع، شايفين طبعا اللي في البوكسه دول، اللي في البوكسه دولت فراخ ساسو وفراخ هجين كمان. فراخ ساسو وفراخ هجين. انا هبيع منهم جوزين الفراخ اللي هم الهجين. هنبيعهم على كام؟ ان شاء الله هبيع الجوز ب150 او ب160 جنيه زي ما تيسر لي الحال، تمام. طبعا واللي طبعا هلاقيه كويس يعني معدي كيلو كده ممكن يبقى في حدود 100 جنيه. كمان في اللي هو الفراخ اللي هي اسمها ايه، البزراميط. الفراخ البزراميط ديت انا برضو عايزه ابيعهم يا جماعه. بصراحه الاكل غالي، الاكل غالي مش هضحك عليكم. الاكل غالي وانا حاسه انه كتير عليا ده كله. يعني انا عندي الولاد ما بياكلوش البط، وما بياكلوش الفراخ البلدي قد دي كده قد كده خالص. هما بس الفراخ البيضاء اكتر حاجه بياكلوها، وما بيرضوش ياكلوا الطيور التانية دي. فانا هسيب بس الاربع فرخات سيس ولا خمسه اكبرهم كده معاكم ان شاء الله. انما الفراخ اللي هي البزراميت الهندي ديت هنبيعهم ان شاء الله. وهنبيع كمان الفراخ اللي هي الهجين ديت هنبيعها برضه باذن الله. ولما هنبيعها ان شاء الله هقول لكم برضه انا بعتهم بكام، تمام. وزي ما احنا قلنا هنا بقى الديكور البط والبط ده هنبيعه. في ذكر بط كمان مسكوفي بره بسم الله ما شاء الله. ده برضه ايه هبيعه ان شاء الله. هنبيع كيلو على ايه؟ كيلو ب100. الكيلو ب100. طبعا في هنا مش عارفه الصوره تبقى باينه ايه، باينين اهم. دول التلات دكوره بلدي كده. استنى نفتح عليهم كده ونشوف احسن من دول. دولت هخليهم ان شاء الله كده نكبرهم مع بعض كده. دولت لرمضان ان شاء الله باذن الله. دولت حلوين برضو قوي، دول خليط مسكوفي وان شاء الله ربنا ييسر الحال ونسيب لنا ذكر كمان برضو منهم نجدد بيه السلاله ان شاء الله باذن الله. دولت 3 دكور ان شاء الله. شفتوا يا جماعه الميه اللي تحتهم ديت يعني مبلول تحتهم خالص. لا انا هشيلهم ان شاء الله ساعه ما نذبح الدكر اللي بره عشان المكان يبقى فاضي. هطلعهم بره واطلعهم في الشمس وعشان ما يبقاش تحتهم مبلل كده، لان البلل ده بيعمل لهم برد وبيعمل لهم كساح وما يخليهمش يكبروا بسرعه جدا، تمام. فاحنا هنشيلهم ان شاء الله ساعه ما نذبح الدكر ونطلعهم بره. طبعا هو فيهم واحد مسكوفي اصلي والاتنين التانيين الباقيين خليط مسكوفي. بس كده. انا كنت عايزه اوريكم يعني البط المسكوفي ده ان في منه كمان بيرقد، في منه بيرقد وفي منه لا. من لحد ما يبقى 5 دقايق وبعدين هنذبح بقى الدكر المسكوفي بتاعنا. الدكر المسكوفي ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله ممكن يشيل معاك لحد 8 كيلو. 8 كيلو لحم في 3 شهور و10 ايام. بس طبعا اكله كويس عليه او دش فول صويا حاجات من دي. طبعا انا هوريكم في الفيديو ده يا جماعه ازاي تذبحي برضو دكر البط كده. بس بصراحه الدكر ده كان ما شاء الله عليه، كان حجمه كبير فانا معرفتش اشبحه لوحدي. يعني حسيت ان هو فعلا جامد يعني وكبير عليا، مش هعرف ان انا اذبحه لوحدي. فايه جبت جوزي كده يذبحهولي.
طبعا انت بقى لو بتذبحي بطايه، بتذبحي ذكر بط برضو بس صغير عن ده شويه، هيبقى سهل عن كده. بتحطي رجلك على رجله، يعني تمسكي رجله كده تشديها وتحطي رجلك عليها، تضمهم على بعض وتحطيها عليها، وبتمسكي جناحه برضو تحت رجلك التانية، تحطي جناحه تحت رجلك التانية. انا بوريكي دلوقتي ان بيبقى في زوره كده، اللي هو البلعوم بتاعه دوت، اللي هما الاتنين بيبقوا جنب بعض دولت، هما دولت اللي لازم يا جماعة يندبحوا كده، وتاخدي جزء من الرقبة بسيط. تمام. ده يعني ان شاء الله الذبح الصح. بتذبحي لازم الحتتين دولت ينقطعوا، وتدخلي في الرقبة شوية. تمام. وبتحطيه بقى، تكوني مجهزة البوكس او الطبق اللي معاكي اللي انت هتحطي فيه يصفي فيه دمه وخلاص، وبعد كده تنضفيه. انا هوريكم تاني دلوقتي ازاي برضو بتمسكيه، بتحطي رجلك على رجله وجناحه بتضميه على بعضه، وتحطي رجلك التانية عليه.